كيف وضعي وأنا تحت الأرض بين الجنادل والتراب، كيف وضعي في الليلة الأولى حين يبيت الإنسان مع الموتى ولم يبت معهم قبلها، كيف وضع الإنسان وهو ينحط في حفرته كأنني بك تنحط إلى حفرة وتنعط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم. عندما يستشعر أهل ميراث النبوة هذه الأمور فعلا ستؤثر فيهم، ويقبلون على الله سبحانه وتعالى وينتفضون من كل ما وقعوا فيه من القاذورات ويتطهرون من كل الذنوب والسيئات. نحن لا نريد أن يكون ورثة الأنبياء معصومين كالأنبياء، هذا مستحيل، لكن نريد أن يكونوا تائبين. فهم يفهمون ويتلقون من كتابين مفتوحين أمامهم. الكتاب الأسمى والأعلى هو كتاب الله المنزل، وهو الكتاب المسطور، والكتاب الآخر هو هذا الكون الذي هو كتاب منظور، وبينهما تآزر بين الكتاب المسطور والكتاب المنظور. فكل ما نراه في هذا الكون هو تصديق لما في الكتاب المسطور، كما قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولذلك يدركون كثيرا من الظواهر والأمور التي يغفل عنها من سواهم،